أهلا وسهلا بكم حبوباتي. اليوم حنقدم لكم طريقة السلطة الليبية الباردة بطريقة سهلة وبمكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت. وقبل ما نبدأ نحب ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط لايك حتى يصلكم كل جديد. المكونات طبعا في صحن صغير خديت يعني باقة من الشبت والكزبرة، فرمتها طبعا وهي كانت في الفريز، حطيت عليها نص كاسة من زيت الزيتون وما يقارب ليمون عصرتها، والملح طبعا الملح على حسب الرغبة. خلطت المكونات كويس. بعدين في صحن تاني حطيت فيه اللي هو الطماطم، هو الأحسن يكون بالطماطم السوقي، هذا تقدر تديروه بالطماطم التاني لكن بالطماطم السوقي أحسن. نص بصلة قطعتها جوانح جوانح، فلفلة حلوة حتى قطعتها بهذا الشكل. اللي هو زيتون، تقدروا تديروا زيتون أخضر أو زيتون أسود، أنا درت أخضر. ما يقارب اللي هي بطاطتين متوسطات الحجم اللي هما قطعتهم وسلقتهم، حطيت فيهم شوية كركم باش يبدا لونهم هيك، وطبعا علبة من الثوم. حطيت المكونات كلها على بعضها. تو حنصب عليها الخليط بهذا الشكل. تو حنخلطه باش يتوزع الخليط كله على المكونات كلها. اهم حاجه نخلطها كويس، واهم حاجه ان احنا ما نسلقوش البطاطا هلبة يعني زياده، لان باش بتتهرس، يعني خلاها محتفظه على القوام متاعها. خديت صحن وحطيت فيه سلطه الخس بهذا الشكل، وهنحط الخلطه في النص. الخليط هذا هنوزع في النص بهذا الشكل. تقدروا تديروا يعني لو كان عندكم الفلفل الألوان الأحمر والأخضر، ويعني عادي. بعد ما حطيت الخليط حبيتها بهذا الشكل، حبيت إن يعني نخليها يعني متكاملة، يعني صحية ومتكاملة، وحبيت نضيف لها يعني بيض، يعني باش تكون غنية حتى بالبروتين، تكون يعني غنية بالفيتامينات وتكون غنية بالبروتين، يعني وجبة متكاملة. تقدر تحطها نص ساعة في البراد باش تكون باردة وبعدين تاكلها. وإن شاء الله تكون الطبخة نالت إعجابكم السلطة متاعي. ولو عجبتكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.